التلات أنماط دول أنماط غير آمنة، وأصحاب الأنماط دي بيعانوا كتير قوي في حياتهم. جربت تبحث انت نمط تعلقك ايه؟ طيب أصحاب الأنماط دي لما عرفت خلاص تقريبا نمط تعلقهم ايه، هما دلوقتي فهموا على الأقل حاجات كتير كانت بتحصل في حياتهم وما كانوش عارفين ايه السبب، وده نص العلاج فعلا. أما النص التاني من الحل والعلاج اللي اجتهدت إني أبحث عنه وأقدمه قدام حضراتكم، ما تيجوا نخش في الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اتكلمنا في فيديوهات قبل كده ان اول حاجة لحل اي مشكلة هي معرفة ان في مشكلة اصلا. عرفنا المشكلة نبدأ نبحث عن حل، والحل الاول بعد معرفتك للمشكلة انك تبدأ تركز على المواضيع الاكثر ألما ليك بس. وده انت اصلا دلوقتي لو كنت عارف نمط تعلقك ايه فانت اصلا حياتك بدأت تتغير بالفعل، وانت لامس وحاسس وشايف ده دلوقتي. كل ده بس بسبب انك عرفت نمط تعلقك. شفت حلول اسرع واسهل من كده؟ لا. هتلاقيك دلوقتي بتقول خلاص كده. هقولك لا، بس فعلا ده كافي، ولكن دعنا نجتهد ونبذل مجهود يا صديقي. اولا ما تفكرش ان الحياة بترسى على حال، وهكذا اللي نمط تعلقه آمن النهاردة وكان عايش حياة سوية ممكن جدا يتحول لنمط من الأنماط الغير آمنة دي. هكذا أصحاب الأنماط الغير آمنة سهل جدا يتغير. قلنا كفاية عليه انه بس عرف نفسه فعذرها، فقدر انه يعرف نمط غيره فيعذره، لان حاجة احنا ملناش ذنب فيها. الأنماط دي عبارة عن عادات بنعملها كل يوم، بس لازم أكون عارف ده، لأن طبعا معرفتي لده هعذر نفسي، وبالتالي طبيعي جدا اني اشتغل واطور نفسي واكون واخد بالي جدا حتى في طريقة تربيتي لاولادي. لو انا عندي اولاد، كانوا قالوا زمان ان فاقد الشيء لا يعطيه، والنهاردة بيقولوا ان فاقد الشيء هو اكثر واحد ممكن يعطيه. عادي جدا. انا طبعا مع الرأي ده. القوة النفسية اللي بتتربى معانا مع تجارب وضغوطات الحياة هي فعلا اللي بتخلي الواحد فينا يقدر يعدي، لانك مش هتعرف تعدي الطريق التاني الا من خلال النفق ده. لازم تعدي النفق. هو نفق وصعب وضلمة، ولكن بعده نور، ونوره هينور لك طريقك وعقلك. علشان كده كان لازم نبدأ الكورس ده بالذكاء العاطفي. لو لسه أول مرة تسمع الفيديو ده ارجع اسمع كورس الذكاء العاطفي من الأول، ولو سمعته ارجع اسمعه بروقان من الأول تاني. عارف ليه؟ لأنك بتبحث عن حل، واللي بيبحث عن حل المشكلة فيه هو في الأصل بيبحث عن نفسه. ويا إما تلاقي نفسك وتنطلق، أو يا إما تتوه في الدنيا. ولو تهت في الدنيا أكيد هتلاقي نفسك، ولكن متأخر شوية بعد معاناة. الموضوع كان في البداية بسيط، سواء في علاقات أو في جواز أو في تربية أو في شغل أو مع نفسك. عارف إنك ممكن تقول فين الحلول، بس والله كل دي حلول. أنا من قناتي هنا أنا بس بحط رجلك على أول سلمة في طريق التعافي، وأول طريق التعافي إنك تحدد مكانك. انت فين؟ انت مين؟ بتحس بايه؟ فكرتك عن نفسك عاملة ازاي؟ هل فكرتك عن نفسك دي صح اصلا ولا غلط؟ هل انت الانسان اللي الدنيا جاية عليه ودايما قافلة في وشه الابواب، ولا انت الانسان اللي مش راضي عن شكله، ولا انت الانسانة اللي فاقدة الثقة في نفسها وفي غيرها؟ هل انت الانسان الفاشل اللي مش بيعرف يتكلم، اللي كانوا بيقولوا عليه زمان طيب ومن يومها شاف نفسه كده؟ احب اقول لك فكرتك عن نفسك دي مش صح، وكلمة مش صح دي مش عنجهية مني، لا هي فعلا مش صح. ليه؟ لأنك إنسان مكرم من قبل رب العالمين ومسخر ليك كل حاجة، لكن زي ما قلنا التكريم والتسخير ده مش هيتم إلا لما تعرف نفسك وتعذرها وتطبطب عليها، وبالتالي يجي الدور على الآخر، الطرف التاني. أنا مش عايزك تيأس، كلنا هذا الرجل. أحب أقول لك إنك لو دخلت جوه كل إنسان هتلاقي فيه اللي يوجعك أنت، فاطمن، أنت مش لوحدك. هي عادات يا صديقي وبنصنعها بإيدينا وبإرادتنا. الفرق ما بين اللي عايز يتغير واللي مش عايز يتغير حاجتين، هي القدرة والرغبة. أظن إنك عندك قدرة للتغيير، محتاج بس يكون عندك رغبة، والرغبة في تغيير شخصيتك للأفضل تكمن في كلامك عن إنك عايز تتغير. هي رغبتك في إنك تعرف نفسك وتستريح. في فيلم كده كنت سمعته كويس جدا اسمه ذا انسايد اوت. الفيلم ده جميل جدا لدرجة انك هتحب الموضوع جدا. شاهد الفيلم. كمان كورس الذكاء العاطفي ده كان بالنسبة لي كنز. شاهد الكورس من الاول وركز، هيفرق معاك جدا. وصلنا دلوقتي للدرجة الاولى من سلم التعافي في الجزء الاول من كورس الذكاء العاطفي. هنختم الكلام ده النهاردة بحاجة عملية،
وهو تمرين اسمه تمرين التصالح مع الماضي. عايزك قبل ما نبدأ التمرين ده مع بعض توقف الفيديو ده ثواني كده وتقعد في حتة انت بتستريح فيها، على اعتبار دلوقتي انك قعدت في مكان هادي. عايزك كده تغمض عينيك وتتخيل معايا. عايزك تاخد نفس عميق وتخرجه من فمك. خد كمان نفس وخرجه، وتخيل معايا كده انك ماشي في طرقة، على اليمين شجر وورد وعلى الشمال شجر وورد برضه. هتبص قدامك شوية كده هتلاقي في نهاية الطرقة باب. وصلت انت دلوقتي للباب اللي في نهاية الطرقة ده، ففتحت الباب لقيت قدامك قصر كبير وشكله جميل لونه أبيض. قربت شوية من القصر، على شمال القصر كده في سلالم بتنزلك لتحت. وصلت لأول السلالم 10 درجات، هتنزل درجة درجة. درجة 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، الأولى. هتلاقي باب هتفتحه بهدوء وهتلاقي نفسك وانت صغير. كل واحد فينا يتخيل نفسه وهو صغير حاسس بإيه. قرب من طفلك اللي قدامك دلوقتي، طفلك الداخلي، الطفل بتاع زمان. قرب كمان منه، احضنه وحس بالحب اللي جواك وهو بيتنقل ليه. املاه بالحب وقول له أنا آسف، سامحني، بحبك، شكرا. قولي لها أنا آسفة، بحبك، سامحيني، شكرا. حس بالدفى، استمتع وانت مع نفسك وانت طفل. طبطب عليه، وبعد كده لما تكون جاهز فتح عينيك.